السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء الصف الثالث الإعدادي. معكم فارس الدراسات مستر أحمد بكر. فيديو جديد وجزئية جديدة وشرح جديد. طيب، تعالى كده في جزء صغير كده نشرح حاجة صغيرة بنتلخبط فيها دايما. يعني أنا عارف إن التاريخ نقطة الشخصيات فيه بتدخل في بعض. تعالى كده نشوف الجزئية ديت، ألا وهي اللي انتوا بتقلقوا منها، اللي هي الوزارات. يا سلام يا مستر أحمد، الوزارات اللي كلنا بنعيط فيها. احنا عندنا وزارات. اولا بالراحة كده مع بعضينا، في حاجة اسمها الوزارة المختلطة. عندنا وزارة رياض باشا، عندنا وزارة شريف باشا، عندنا وزارة البارودي، عندنا وزارة راغب باشا، عندنا وزارة، شفت احلى حاجة، عندنا وزارة، عندنا وزارة، عندنا وزارات في ايه اللي انا بقول، احنا هنغني ولا ايه يا شباب؟ لا نصحى يصحى. عندنا كمان وزارة اسمها وزارة عبد الخالق، الله يرحمه، ثروت. عندنا وزارة اسماعيل صدقي. تمام. عندنا وزارة الرجل المحترم سعد زغلول. عندنا وزارة زيور باشا. عندنا وزارة مصطفى النحاس، الراجل اللي يعني طربقها على الانجليز، مصطفى النحاس. ولا ننسى من ضمن هذه الوزارات شخصية جميلة هنفتكرها دلوقتي. طيب، الوزارة المختلطة دي وزارة نوبار باشا، ودي جت أيام الخديوي إسماعيل. ودي جت عشان مين اللي طلبتها من إسماعيل؟ مش إسماعيل اللي عملها، اللي طلبتها لجنة التحقيق. هي اللي قالت له إنك تتنازل عن سلطتك لوزارة مسؤولة عن إدارة شؤون الدولة. تمام كده، لأن أنت يا إسماعيل اللي خارب الدنيا. فقال لهم حاضر، والراجل طلع محترم وعمل لهم وزارة مختلطة برئاسة نوبار. طبعا مختلطة لأن كان فيها 2 وزراء أجانب، وزير باشا بريطاني ماسك المالية، ووزير محترم فرنساوي ماسك وزارة الأشغال، والدنيا كانت يعني ما شاء الله في البطيخ. وزارة رياض باشا دي كانت مستبدة. الراجل ده كان يعني ما شاء الله عليه مفتري، وكان خارب الدنيا رياض باشا ده. وزارة رياض دي كانت موجودة أيام توفيق، واتشالت في مظاهرة عابدين. يعني تم عزل الراجل الجميل ده رياض باشا ده في مظاهرة عابدين 9 سبتمبر. شريف باشا برضو كان أيام توفيق، وده جه شريف ده بعد مظاهرة عابدين، بعد عابدين. يعني ده جه بعد عابدين. استنوا كده نرجع نكتب عابدين، عشان عابدين يعني اهو. ايوه، نكتب بقى، ايوه، يلا كمان واحدة. عابدين بعد مظاهرة عابدين. تمام. وعمل مجلس نواب محترم سنة 1881. البارودي بيقولوا عليه لما بقى رئيس حكومة كان وزارته برضو كان أيام توفيق. شوف كم وزارة أيام توفيق. وبرضو قالوا عليه وزارته وزارة الثورة. يعني طبعا الراجل كان جميل هو أحمد عرابي. راغب باشا علمه بكلمة بعد أسبوعين. يجي يقول لك جاء بعد أسبوعين، أو حادثة الإسكندرية. تمام، أو جاء بعد البارودي. يعني راغب ده يا بعد أسبوعين، يا بعد حادثة الإسكندرية، يا إما يقول لك مثلا من الذي تولى البلاد بعد البارودي، يبقى هو عبد الخالق ثروت. ده اللي وضع دستور 1923 بأمر طبعا من الملك فؤاد.
اسماعيل صدقي ده ألغى دستور 1923 وحط دستور 1930. وطبعا احنا عارفين ان دستور 1930 الشعب المصري رفضه وعمل عليه مظاهرات كتير جدا لحد ما الملك فؤاد رضخ لمطالب الشعب ولغى الدستور 30 ده ورجع لهم برضو ايه 23 مرة تانية. فاللي لغى 23 وحط 30 هو اسماعيل ايه صدقي. وطبعا اهدر حقوق الشعب المصري كاملة يعني في هذا الايه الدستور. سعد زغلول ده وزارة الشعب، وزارة الشعب، تمام. ويعتبر أول وزارة برلمانية، خلي برضو بالك منها، أول وزارة برلمانية سنة 1924 هو على طول سعد زغلول. زيور باشا ده جاء بعد سعد وسحب الجيش المصري من السودان، ده اللي وافق على طلبات اللورد ليمبي وسحب الجيش للأسف المصري من السودان. مصطفى النحاس افتكروا بين 1936. بصوا هو اللي وضع او مش وضع، ممكن نقول هو العقد، يعني عقد المعاهدة وهو ألغى المعاهدة برضه، يعني هو اللي عقدها، هو اللي عملها، هو اللي لغاها. مصطفى النحاس يقولك من الذي عقد مع بريطانيا معاهدة 36؟ هو مصطفى النحاس اللي هو كان ساعتها رئيس حزب الوفد بعد سعد زغلول. ومن الذي ألغى المعاهدة برضه معاهدة 1936؟ مصطفى النحاس، تمام. طب ممكن يجي يقول لك برضه مصطفى النحاس رئيس الحكومة دي جه بعد حادثة ايه 4 فبراير 1942، الحادثة اللي حصر فيها الانجليز الملك فاروق وبالدبابات واجبروه على تعيين مصطفى الايه النحاس. فمصطفى النحاس هو اللي عمل معاهدة 36، وكان طبعا في عهد الملك فاروق، يعني ده الراجل المحترم ده جه ايام الملك مين فاروق. وطبعا مصطفى النحاس هو اللي عرض القضية المصرية للمرة التانية، كان على حاجة اسمها مجلس الأمن، يعني مصطفى النحاس عرض القضية المصرية على مجلس الأمن. تو سعد زغلول عرض برضو القضية المصرية على فكرة، بس على مؤتمر الصلح في باريس، عندما أراد هو ولجنة الوفد السفر إلى باريس لعرض القضية المصرية على مؤتمر الإيه الصلح. جميلة جدا، تحفة، تحفة فنية. انا ما شاء الله عليا. تمام كده يا شباب، يا رب نكون فدناكم وراجعنا الوزارات بشكل ايه بسيط. حبايبي لو استفدتوا شارك الفيديو مع اصدقائك، وكمان يعني دعمنا بلايك، وقول لنا عايزين تراجعوا ايه تاني واحنا نراجعه مع بعضين. حبايبي سلام عليكم.